لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وإنا على فراق شيخنا الفاضل أبو إسحاق الحويني لمحزونون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظم الله أجرنا وأجركم، وأحسن عزاءنا وعزاءكم في موت هذا الجهبذ العالم الرباني والشيخ الفاضل والمحدث، محدث ديار المصرية ومحدث بلاد الإسلام، فهو من كبار علماء الحديث بلا منازع، فقد فقدت الأمة بموته ركن من أركان علم الحديث، خاصة في زمن الغربة وقلة العلماء. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعزي أنفسنا ونعزيكم بهذا المصاب الجلل. واعلموا إخواني أن الله عز وجل مدح العلماء والدعاة إليه، وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. العلماء موتهم مصيبة، ولما قال الله في كتابه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وصف هذه الطائفة من العلماء العاملين، من العلماء العاملين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
لا يستوي العالم والجاهل، وتفضيل الله عز وجل لهم فضل منه، يخلق الله ما يشاء ويختار. الله اختار الأماكن فشرف مكة وجعل فيها الكعبة البيت الحرام، وفضل المدينة وجعلها مهجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفضل المسجد الأقصى وجعله أول القبلتين. هذا فضل الله في الأرض، كما تفاضلت السماوات عنده فجعل السماء السابعة فيها البيت المعمور. وفضل الله عز وجل في الأيام فجعل خيرها يوم الجمعة. وفضل الله عز وجل في الأشهر فجعل منها 4 حرم. وفضل الله عز وجل بالملائكة فجعل خيرهم جبريل عليه السلام. فضل الله عز وجل في البشر، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فجعل منهم أنبياء ومرسلون، وجعل خيرهم أولو العزم من الرسل، وجعل خير هؤلاء وأولئك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفضل الله عز وجل العلماء على غيرهم من الناس بحمل آياته والدفاع عن دينه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما من أخذ به أخذ بحظ وافر من الدنيا. العلماء فقدانهم مصيبة عظيمة وعلامة من علامات الساعة. قال تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن: وموت العلماء والفضلاء وأهل الخير من هذه الأمة. كذا قال مجاهد: ننقصها من أطرافها نقصانها موت علمائها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: موت العالم ثلم في الإسلام لا يجبرها شيء. نعم معاشر الإخوة، فقدان العلماء مصيبة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد وغيره من كتب أهل العلم: إن الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا يقبضه من الناس، ولكن ينتزعه بقبض العلماء. فإذا لم يبقى علماء نصب الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. وقلة العلماء العاملين في هذا الزمان ملاحظ في غربة الإسلام وأهله. لربما تجد أناس يحملون العلم، فما أكثر أشباه بالعام الذين يحملونه ولا يعملون به، يتأكلون به
والذين ذمهم الله عز وجل وشبههم بأسوأ مخلوقاته كمثل الحمار يحمل أسفارا في قوله واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالعلم أمانة عظيمة وشرف كبير، لأن صاحبه يأخذ ميراث النبوة، فأمة محمد ليس فيها أنبياء، انقطعت النبوة ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل الله عز وجل العلماء فيها بمنزلة الأنبياء في الأمم التي سبقت، فهم يذودون عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبذلون الغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل هذا الدين العظيم، يبذلون مهجهم وأوقاتهم وأموالهم، يتمتع الناس ويلعبون ويضحكون ويمرحون ويتنزهون وهم في الزوايا والخبايا يبحثون، عاكفون على كتب أهل العلم وعلى ركب العلماء حفظا وتعلما. هؤلاء ضحوا بزهرة شبابهم وخيرة أوقاتهم، يحيون لا لأنفسهم ولكن لأمتهم، لا يأخذون من الناس أجرا ولا ثوابا، ولكن يطمعون فيما عند الله عز وجل. نتكلم عن العلماء الخالصين المخلصين الذين أخلصوا نياتهم لله سبحانه وتعالى. ونحسب الشيخ الفاضل أبي إسحاق الحويني رؤيته تذكر بالله وتذكر بخشيته سبحانه وتعالى. استفدنا كثيرا من كتبه ومن دروسه، فكان مربيا ومحدثا وعالما فاضلا، وهب نفسه لله سبحانه وتعالى. إذا رأيته أحببته، إذا رأيته أحببته، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا، جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. فيا أمة الإسلام، ينبغي لنا ونحن نعيش في هذه الليالي المباركات، قد اصطفاه الله عز وجل أن جعل موته في يوم مبارك من أيام رمضان، كانت الناس قد أحيت يوم بدر ونحن في الليلة 18 ليلة الثلاثاء من شهر رمضان، أحيوا غزوة بدر يوم الفرقان. أقول في هذه الأيام المباركات، في مثل هذه الأيام أصبنا بهذه الفاجعة وهذه المصيبة العظيمة. يا شباب الإسلام، أنتم تنظرون اليوم إلى الناس، تنظرون إلى الناس يعظمون قدر اللاعب كرة قدم يجتمعون عليه شباب الإسلام بالمئات، ويجتمعون على إمضاء لممثل ماج يفسد الأمة، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، يقلدونهم. رأينا الناس ينتحرون لموت مغني، ويرمون البنات ترمي نفسها من عمائر، ويصطفون في الطرقات في زمن الرداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بينما العالم يحذر منه ويطعن فيه ويوصف بشتى أنواع الأوصاف من بعض المنتسبين الذين يزعمون أنهم يحذرون من البدع وأهلها. تركوا أهل المجون وأهل الفسوق وأهل العصيان واستحلوا أعراض علماء الأمة ودعاتها ومجاهدوها الذين يدافعون عن دين الله عز وجل، الذين باعوا أنفسهم يستحلون أعراضهم. لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. على شباب الإسلام أن يستغلوا العالم ما دام حيا، وأن يحافظوا عليه، وأن يدافعوا عن علمائهم، وأن يستفيدوا من علمهم. ينبغي أن يكون هذا حال العلماء، أن يعرف لهم قدرهم وأن يعطى لهم حقهم. العلماء العاملون الثابتون على الحق القائلون به قليل من قليل من قليل، وليس كل من حفظ أبياتا من الشعر أو قرأ كتيب هنا وهناك وتصدر للتدريس يوصف بهذا الوصف العظيم. وعندما يسود أهل البدع في زمن من الأزمنة يصبح أهل الحق هم المخربون وهم الجهلة وهم المفسدون، كما كان حال طائفة من العلماء في زمن من الأزمان. انظروا إلى شيخ الإسلام، مات في السجن قهورا ورمي بأبشع الأوصاف، مجسم. وما الإمام أحمد بن حنبل وما وقع له مع حكام زمانه ومن المعتزلة المشبهة، المعتزلة المعطلة في محنة خلق القرآن، وما يعانيه دعاة الحق من غلاة الصوفية اليوم ليس عنا ببعيد. فخذوا فاعلموا يا إخواني واحذروا ممن تأخذون هذا الدين. إذن أردت أن أذكر إخواني أنه من علامات الساعة قلة العلم وقلة العلماء، قلة الدعاء. كلمتي المختصرة أحببت أن أعزي نفسي فيها وأعزي المسلمين بفقدان هذا الجهبذ العظيم، وكنت أود أن تكون لي مداخلة عن غزوة بدر وفوائدها وما يتعلق بها بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أن يرحم شيخنا الشيخ الفاضل أبو إسحاق الحويني وسائر علماء الأمة. اللهم يا رب عافيه واعف عنه واغفر له وارحمه وأكرم نزوله ووسع مدخله، اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره. اللهم اسكنه الجنة، اللهم اسكنه الجنة، اللهم اسكنه الجنة. اللهم قيه عذاب النار، اللهم قيه عذاب القبر. يا إخواني، لو أن ممثل أو مغني توفي كل إذاعات تتكلم عنه، الوطنية والمحلية والعالمية، يجيبوه على رقم واحد: توفي الممثل الفلاني أمريكي أو صهيوني.
النجم وتبدأ السيرة نتاعه ونبذة من حياته وكيف عاش وكيف مات وتأثيره، أو مؤثر كما يسمونهم اليوم في تيك توك أو في ما أكثر المفسدون. كل يموت عالم وجهبذ مثل هذا ولا يجيب خبره في أي إذاعة من الإذاعات، ولا تتكلم عليه أي وسيلة من وسائل الإعلام هنا وهناك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أليست هذه غربة؟ أليست هذه غربة يا إخواني؟ ونعم الوكيل. يا إخواني، انشروا مقاطع الصوتية للعلماء والدعاة، أو لا ينشروا الخير. هذه المقاطع تأخذ حسنات تتبعهم إلى قبورهم العلماء. انشروا أخبارهم ومحاسنهم، دافعوا عن علمائكم كما يدافع المفسدون عن المفسدين أمثالهم. نحن لا يغيظنا غربة الدين، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في غربة أعظم من الغربة التي نعيشها اليوم نحن، ويكفينا أن نثبت على هذا الدين. وهنالك شريط ومحاضرة عظيمة للشيخ أبي إسحاق الحويني، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. وأن يغفر لجميع موتى المسلمين في هذه الليالي المباركات. أكثروا من الدعاء له ولجميع علمائنا ودعاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب، ألحقنا بهم غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام، نور قبورهم واجعل قبورهم روضا من رياض الجنان. اللهم عاشوا يدافعون عن دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم فشفع فيهم القرآن في قبورهم. اللهم يا رب العالمين اجعل قبورهم روضا من رياض الجنان. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك، جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم وفقنا لصيام وقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لصيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا يا رب. يا رب في هذه الأيام المباركات اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. يا إخواني، ينبغي لكم كلنا أن نتجند لهذا الدين، والحسنات الباقيات كثيرة، منها نشر والطبع وغير ذلك الأمور الخيرية. أنت شي تسمعه وتعاود نشره وتبارطاجيه كما يقولوا، فتأخذ أجره إن شاء الله. فكما أن الناس تنشر الفساد، ينبغي لأهل الخير أن ينشروا الخير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وإن شاء الله لقاء غدا أتكلم عن هذه الغزوة العظيمة، فيعلم الله أنه يشق علينا أننا نسمع مثل هذا الخبر، ساءنا وأحزننا واكتوينا، وإلى الله المشتكى من موت العلماء. أشهد الله أننا نحب شيخنا الفاضل الشيخ أبو إسحاق الحويني في الله، أحببناه أننا لم نلتقي به ولكن سمعنا به، وببذله وعطائه لدين الله عز وجل فأحببناه في الله لحبه لله